لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة معنا قصة لفنانة من نجمات الزمن الجميل، وهي الفنانة أميرة أمير التي تزوجت من ابنها، وكانت النهاية مأساوية. والصغار. عارف انت مين اكبر لص في الدولة؟ صاحبك؟ صاحبي مين فيهم؟ انت بتوقعيني؟ اوقعك ليه؟ انا جايبه لك اخبار. طب ده انا عرفت عن الراجل عبد العزيز باشا ده. عبد العزيز باشا مين؟ عبد العزيز باشا جمال الدين، حرامي والنبي. انا كنت مغشوشه فيه وفاكراه راجل غني، اتبيه حرامي. الفنانة أميرة أمير الاسم الحقيقي لها هو سعدية عبد الرحمن أبو العلا، من مواليد 17/1 عام 1920. ولدت بمحافظة الشرقية، واتجوزت عمدة البلد بتاعتهم وهي عمرها 16 سنة، وأنجبت منه طفل. وبعد فترة هربت قرية بسبب إن جوزها بيشرب الخمور وكده. طيب دي جايه له شحنه اسلحه الجمعه دي على اسكندريه عشان البحريه. طب ما تعرفي لنا هتوصل امتى واحنا نعمل فضيحه؟ ما انا جاي اتفق معاك اهو، حكي انا اكره الحال المايل وسرقه البلد ما تعجبنيش. قول لي اشوفك فين؟ ابنها اللي كانت خلفته ده اسمه خالد. ثم ذهبت إلى القاهرة لتبحث عن شغل، فرأت في إحدى المجلات مطلوب ممثلات جدد لفيلم اسمه ابنتي، وذهبت وتقدمت، ونظرا لجمالها الصارخ وافق المخرج على منحها دور البطولة ومنحها اسم أميرة أمير، واشتهرت وقابلت المخرج كمال سليم. قول لي اشوفك فين؟ مكتبك متراقب وتليفونك متراقب وانا عارفه كل حاجه. اقول لك ابعت لك جواب واللي اقول لك عليه تعمله، فاهم؟ فاهم يا فندم. اوروفار دارلينج. مع السلامه يا فندم. زي ما اتفقنا. باي باي. اوه باردون. العفو يا هانم. مين دي؟ وأحبوا بعض وتزوجت منه، وبعد عدة سنوات توفى، ثم تزوجت من مساعد زوجها محمد عبد الجواد، ولكن تم الانفصال بسرعة، وتزوجت من شخص فلسطيني اسمه غرام شيمة، وأنجبت منه ابنتها عصامة، ولكن اختلفوا وانفصلوا بعد فترة، وتركت له ابنتهما لتتزوج مرة أخرى من رجل أرمندي كان يعيش في مصر، واختلفوا بسبب عمله في أمريكا ورفضها للسفر معه. ثم تزوجت من ضابط بالجيش المصري وأنجبت منه ولدين أمير وبهاء، وانفصلت بعد 6 سنوات، وقررت السفر وهاجرت إلى أمريكا، وعملت كراقصة هناك في إحدى المسارح. ومن هنا بدأت تتعرف على شاب يهودي وأحبته وطلب الزواج منها، وعلى الرغم من الهجوم الكبير الذي تعرضت له من السفارة المصرية والشعب المصري، إلا أنها ضربت بكل هذا الحائط وتزوجت منه، وحصلت على الجنسية الأمريكية. ولاحظت أن زوجها يتحدث عربي كويس، فسألته عن الأمر، فحكى لها قصته بأنه شاب مصري الأصل. تعرف على فتاة يهودية وأحبها، وهاجر معها إلى إسرائيل، وغير ديانته إلى اليهودية حتى يتمكن من الزواج منها مقابل التنازل عن الجنسية المصرية. ثم جاء إلى أمريكا، ففضلت تسأله لتعرف منه تفاصيل أكتر عن أصله المصري، وبدأت تسأله عن تفاصيل حياته السابقة، وبدأت تسأله أنت كنت عايش فين في مصر، ليخبرها أنه ولد في محافظة الشرقية، لتكتشف أنه تربى في نفس المكان التي تزوجت فيه. فسألته طبعا، وهي طبعا مراته وهو زوجها، عن عائلة والده، ليخبرها باسم والده، وأنه تزوج من أمه التي كانت جميلة وأصغر منه سنا، لكنها توفت، وكان اسمها سعدية. فأصيبت بالذهول وانهارت، وقالت له هل اسمك الحقيقي هو خالد؟ فتفاجأ إنها عرفت اسمه الحقيقي إزاي، وقال لها نعم اسمي خالد، وسقطت على الأرض مغشية عليها متأثرة بصدمتها، وتم نقلها على المستشفى. وبعد ما فاقت أخبرته بأنها أمه،
فصعق خالد على الفور واتصل بعمته التي أخبرته الحقيقة بأن والدته لم تتوفى وأنها فنانة شهيرة اسمها أميرة أمير. وصعق خالد بعد تأكده أنه تزوج من أمه، ودون تفكير انتحر ورمي نفسه أمام سيارة في الشارع ليتوفى الابن والأم في نفس اللحظة. دي كانت ملخص قصة الفنانة أميرة أمير التي تزوجت ابنها بالخطأ.